السلام عليكم، نتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. اليوم مرحبا بكم معايا، جيت العيون أم الربيع وقلت هكا نضرب دورة ونصور لكم بعض المناظر وبعض الطبيعة اللي زوينة بزاف بزاف. هاد المنطقة فيها واحد السحر ديال الطبيعة رائع جدا جدا. المهم خليكم معايا في الفيديو باش تشوفوا هاد المنطقة وتعرفوا عليها. بالنسبة لهاد منابع أم الربيع فهي كتواجد على بعد 45 كيلومتر من مدينة خنيفرة، في عمق جبال الأطلس. هاد عيون أم الربيع فيها واحد السحر ديال الطبيعة اللي زوينة بزاف، فيها واحد الهدوء واحد السكينة ما شاء الله. المهم هاد عيون أم الربيع فيها 47 عين، فيها 40 عين ديال الماء ديالها عذب ولذيذ بزاف بزاف، وفيها 7 الأعين الماء ديالها مالح سبحان الله. واحد المشهد طبيعي رائع 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 زوين بزاف بزاف. هاد المنابع ديال أم الربيع كيتجهوا ليها السياح المغاربة وحتى السياح الأجانب، حيت فيها واحد السحر ديال الطبيعة اللي زوين بزاف. الواحد ملي غادي يبغي انه يغير من الروتين ولا يخرج من المدينه والصداع ديالها، بالاحسن انه يتجه بحال هاد المناطق اللي كتكون سياحيه وتتكون الطبيعه ديالها خلابه جدا جدا. انا بعدا عجبتني هاد البلاصه بزاف بزاف وكنتمنى انكم نتوما تزوروها حيت غادي ترتاحوا فيها بزاف بزاف. مهم الماء كاين فيها في اي بلاصه. بالنسبه لهاد البيوت اللي كتشوفوا هكا مصايبينها باشياء طبيعيه مصنوعه هكا باليد، وهما صايبوها غير بايديهم. كيدخلوا الناس كيجلسوا فيها، هادو كاملين راهم بيوت محطوطه فوق الماء، يعني تتكون جالس فيها والماء كاين تحت منك، وكتشوف المناظر الخلابه ديال الماء وكتسمع هذاك خرير المياه. كتحس بواحد الطاقه ايجابيه، وكتحس بواحد الراحه نفسيه رائعة جدا جدا. هكا كيقوموا الناس تا تيبيعوا هاد الاشياء هكا التقليديه اللي تتكون ديال المنطقه، بحال هكايا المخادي صغار ولا الزربيات ولا المهم داكشي ديال المنطقه، باش هكا من تجي معاك لو سوفونير اولا هدايا العائلات ديالك ولا غير شي حاجه لراسك باش انك تفكر هذيك المنطقه. بالنسبه لهاد البلاصه فهي فين كاين الشلال الكبير ديال منابع أم الربيع. هذا هو الشلال، ولكن للأسف دابا مع قلة التساقطات المطرية والجفاف اللي عرفاتو كاع المناطق في هاد السنه هذه، ف هانتوما كتشوفوا الشلال قلال فيه الماء بزاف بزاف، مبقاش هذاك التدفق الكبير ديال المياه. مهم هنايا منين تترجعوا من هذاك الشلال كتهبطوا في واحد البلاصه في واحد الدريجات، واحد مهم واحد الطبيعه اللي زوينه بزاف بزاف. كتهبطوا هكا في واحد الدريجات تقريبا ما كاملاش 5 دقائق كتوصلوا للبلاصه اللي تيجلسوا فيها الناس، وكتاخذوا هكا الوجبه ديال الغداء. هانتوما كتشوفوا هذه هي ديك الطريق اللي كتهبط لتحت، وهادو هما البيوت اللي قلت لكم. تتجلسوا فيها، والناس ديال المنطقه كيقدموا لكم تما وجبه الغداء. تتكون غالبا عباره عن طاجين صايب على حقه وطريقه طيب فوق الفاخر بالمهل، كيجي زوين بزاف لذيذ جدا. هكا كتجلسوا فوق هذوك المياه وكتسمعوا الخرير ديال المياه وداك الصوت ديال الماء، عرفتي واحد الراحه النفسيه ما شاء الله. نتوما كيعطيكم واحد الطويجين اللي هو بثمن جد مناسب، ثمن رمزي رخيص بزاف بالمقارنه مع ديك الراحه النفسيه اللي غادي تحسوا بها في هذيك البلاصه. وتيقدموا معاه حتى الخبز ديال المنطقه حتى هو طايب في الفرن البلدي، يعني ماشي الغاز ولا هذا. مهم هذه هي المنطقة، مهم منطقة سياحية، فيما دورتي راسك كيبان لك هكا المياه. هانتوما كتشوفوا الواد كيفاش داير. المهم نتمنى انكم تزوروا هذه المنطقة حيت غادي تعجبكم بزاف بزاف، ونتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم بزاف، وتهلاو في راسكم ومع السلامة.